استنى استنى ما تمشيش. سمعت عن كتاب بيتكلم؟ طيب عن فانوس جواه أرواح من الماضي في رمضان لسه شوية من سحر آتي يا عم المسحراتي. أساطير أساطير. وفعلا هنا هتسمع عن حاجات غريبة بتطير في برنامج من سحر آتي. يا مساء السعادة والروقان على كل الناس الرايقة اللي بتسمعني دلوقتي على مونيكروفون. وحالا جه وقت نسمع صوت طبلة جديدة من برنامج من سحر آتي. معاكم مونيكا ميشيل، ويلا نروح سوا لسحر أسطورة رمضانية جديدة. ودقة طبلة النهاردة هتسمعنا حكاية التمر. تمر اللي بيعمل حاجة مختلفة. تعالوا نروح نشوف بيعمل ايه. هنسافر دلوقتي لسوق قديم ما بيظهرش غير في ليالي رمضان بس. هتشوف هناك راجل عجوز اسمه الشيخ يونس بيبيع تمر لونه غريب غامق وبيبرق تحت نور الفانوس. الناس كانوا بيقولوا ان اللي ياكل منه يسمع صوت بيقول حكاية قديمة، وكأن التمرة بتحكي له عن سر من أسرار الزمن. في ليلة شاب اسمه حسن وقف قدام الشيخ يونس وسأله: هو التمر ده فعلا بيحكي حكايات؟ الشيخ ابتسم وقال له: جرب بنفسك، بس افتكر كل تمرة تحكي اللي جوه قلبك. حسن كان شاكك بس خد التمرة، وقبل ما يحطها في بقه سمع صوت هادي بيقوله: في وقت ما في ولد زيك كده دايما مستعجل وما كانش بيشوف النعم اللي في ايده لحد ما ضاعت منه الفرصة الأخيرة وانتهى وفجأة الصوت ما كملش وسكت. حسن اتوتر وقلبه دق بسرعة. فضل يقول: انتهى لإيه؟ انتهى لإيه؟ والناس افتكرته مجنون بيكلم نفسه. وفي لحظة حس بهوا دافي بيعدي من تحتيه وأرض بتتهز. بص حواليه، شاف نفسه في بيت قديم، ملامح وشه متغيرة وكبير في السن وحزين ووحيد. غمض عينه وفتحها، لقى نفسه في السوق زي ما هو وبيدور على الشيخ يونس. يدور هنا وهناك، اختفى الشيخ يونس والسوق كمان كله اختفى. وفي ساعتها فهم الصوت ده كان بيتكلم عنه هو، وانه شاف نفسه هو. وفضل يفكر ويسأل نفسه انه فعلا شخصية مستعجلة ومش بيهتم باللي حواليه ويهتم بشغله ونفسه بس. حتى في رمضان بيفكر في الفطار بس، مش في الروح اللي المفروض يعيشها في رمضان. وفي نفس اللحظة اللي بيفكر فيها لقى نفسه واقف قدام باب جدته اللي ما شافهاش بقاله كتير. وهنا فهم ان الحياة مش بس جري، لأ، في حاجات تستاهل نقف عندها، زي التمرة اللي وقفته لأول مرة بعد ما دقها عند ذكريات وندم. ومن يومها كل ليلة كان حسن ياكل تمرة، مش عشان يسمع حكايات لكن علشان يصنع حكاية نفسه. وبعدها بقى انتشرت بين الناس أسطورة التمر اللي يحكي حكاية تغير حياتك. ممكن تكون أي تمرة تقع في إيدك في رمضان تكون هي دي. قول لي انت بقى، ايه التمرة اللي كلتها وفوقتك عن عيب فيك وفعلا غيرته؟ اكتب لي هنا في الكومنتس. والآن سكتت طبلة النهاردة من برنامج من سحر آتي. استنوني بكرة في نفس الميعاد مع صوت طبلة جديدة هنعيش مع صوتها سحر أسطورة رمضانية جديدة. كنت معاكم مونيكا ميشيل على مونيكروفون. من سحر آتي، من سحر آتي، من سحر آتي، من سحر آتي. هنا يوماتي من سحر آتي.